بدأ مشواره التدريبي كابتن ربيع ياسين في دوري الدرجة الثانية. قعد حوالي 10 سنين في دوري الدرجة الثانية، مما أهلته إن هو يكون مدير فني على أعلى مستوى، وفعلا تم تكليفه بتكوين منتخب مصر للشباب مواليد 97. وفعلا كان على قد المسؤولية واختار أفضل عناصر موجودة في الدوري المصري وقتها. كان طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي ومصطفى محمد وغنام محمد وأحمد ياسر ريان ورمضان بيكهام واحمد حمدي وناصر ماهر وصلاح محسن وكريم ندفد. مش عايز انسى حد، واللعيبه دي كلها عملت مع كابتن ربيع ياسين مباريات مشرفه جدا، وكانت نواه لكابتن شوقي غريب في البطوله الافريقيه الاخيره، وشرفت الكره المصريه والافريقيه ووصولهم للاولمبياد. هل الاعلام يقدر يدي الكابتن ربيع ياسين حقه؟ يقدر، بس مش عايز. ليه؟ هو عايزين الشخصيه اللي تطلع تبقى مثيره للجدل، تقول اي كلام حتى لو كان بالكذب او بالافتراء على الناس، عشان يبقى مجال لفرد الصفحات والرد ونسبه المشاهده تعلى. لكن هم مش عايزين حاجات ثابته وحاجات حقيقيه ما الناس عارفاها. يقول لك طب الناس كده مش هنتكلم فيها. ففعلا احنا بقينا في وسط، بقينا في عشوائيه للاعلام الرياضي، وده هيكون سبب في خسائر كتيره. الناس الناجحه مش هنعرف نقدرها كويس، فبالتالي مش هيظهر ناس ناجحين كتير. وبص لاختيارات كابتن ربيع ياسين المستقبليه لمواليد 2001، شوفوا مختار مين. مختار عناصر فعلا لو تابعتوها هتحس ان الراجل ده بيختار بضمير وعقل، وبيختار على اسس علميه، مش بيختار كده وخلاص. ده بيختار على اسس بدنيه وفنيه ومهاريه وكل حاجه في الكوره زي ما انت عايز تقول. واخد حمزه علاء وشادي رضوان ومحمود صابر وهاني عبد الله يعني وحسام اشرف وحسام عبد المجيد ولاعيبه كتير. عايزكم تحفظوا الاسماء دي يا جماعه، اللي هم مواليد 2001 اللي مختارهم الكابتن ربيع ياسين. وانا بقول له بالتوفيق، وان شاء الله تعمل لنا منتخب زي مواليد 97.